حياة الإنسان قائمة على التغيرات، سواء كان تغيير إيجابي أو تغيير سلبي، ووقت التغيير ده حضرتك بتمر بأربع مراحل مختلفة، لازم تعرفهم وتفهمهم كويس أوي علشان تقدر تتخطى أي مرحلة تغيير في حياتك، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا انا هنا بتكلم على التغيرات اللي بتفرق في حياتك، يعني على سبيل المثال نجاحك في شيء معين او فوزك بمسابقه انت كنت مشترك فيها مثلا، او زي وفاه شخص عزيز عليك او خساره مشروعك او حتى رسوبك في الامتحان. كل دي تغيرات بتفرق في حياتك، وفي كل التغيرات ديت حضرتك بتمر باربع مراحل كلنا بلا استثناء بنمر بيهم. طيب ايه هي بقى مراحل التغيير؟ انا اقول لك. أول مرحلة هي مرحلة الصدمة أو المفاجأة، تاني مرحلة هي مرحلة عدم التصديق أو الإنكار، وتالت مرحلة هي إلقاء اللوم، رابع مرحلة بقى يا صديقي والأخيرة هي التعايش مع الأمر الواقع. وخليني بقى أذكر لك مثال بسيط يوضح لك إزاي بتمر بالأربع مراحل اللي قلنا عليهم. على سبيل المثال لو جالك تليفون إن حد صاحبك أو قريبك لا قدر الله مات، أول حاجة بتحصل لك لا إراديا إنك بتتصدم، إيه مات؟ ودي أول مرحلة يا صديقي، الصدمة. لا 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 مش معقول طبعا، انت اكيد بتهزر، ده انا لسه شايفه من يومين. ودي تاني مرحلة يا صديقي، عدم التصديق. طيب مات ازاي يعني؟ ده اكيد مات في حادثة صح؟ السواق الغلطان مش كده؟ ودي بقى تالت مرحلة، وهي انك تبدأ ترمي اللوم على اقرب حاجة عقلك بيوحي لك بيها في الوقت ده. طيب البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه. الدفن امتى ان شاء الله؟ ودي بقى رابع مرحله يا صديقي، وهي التعايش مع الامر الواقع. وده بقى مجرد مثال تقدر تطبقه على حاجات كتير جدا بتحصل في حياتك اليوميه، زي موضوع الدولار. اول ما عرفت ان الدولار رفع من 26 ل 30 اكيد اتصدمت، وطبعا بمجرد ما سمعت الخبر ده انت ما صدقتش، فجريت على جوجل تتاكد منه او تسال حد. وطبعا بعد ما اتاكدت من صحه الخبر بدات ان انت تلوم، سواء بقى بتلوم البلد، بتلوم الظروف الاقتصاديه، بتلوم اي حاجه خطرت على بالك وقت ما اتاكدت. وبعد كل ده ما بيكونش قدامك غير انك تتعايش وتقبل بالامر الواقع. مفيش مفر ولا في حل تاني، لازم تتعايش، وكده كده هتتعايش، اصل انت مفيش في ايدك حاجه تعملها. وكمان لازم تعرف ان انت كده كده بتمر بالمراحل ديت في اي تغيير بيحصل في حياتك، سواء كان تغيير ايجابي او تغيير سلبي. بس المشكله الكبيره بقى ان في ناس كتير جدا بتوقف حياتها عند التغيرات دي، وبيفضل عايش مده طويله قوي في مرحله الصدمه او عدم التصديق، وخصوصا في حالات الوفاه او الفراق. وبتوصل المده دي مع بعض الناس لشهر، وبعضهم بيتخطى السنه، وبعضهم بيتخطى المراحل دي بكتير جدا، وده غلط. الصح يا صديقي انك تكمل، لان الحياة ما بتقفش على حد، وعمرها ما هتقف على حد ولا هتقف على حاجة. ولو كان في الدنيا بقاء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يرزق، وهو اشرف واكرم الخلق. وانا هنا يا صديقي ما بقولكش ما تزعلش وما بقولكش ما تحزنش، لا ده حقك على فكره، لان هي دي اصلا طبيعه البشر. اتصدم براحتك بس بلاش تطول في الصدمه، وانكر لغايه ما تتاكد من الحدث، ولكن تاكد ان الانكار مش هيفيدك بحاجه ما دام اللي حصل حصل. وحاول بقدر استطاعتك ان انت تتخطى مرحله الصدمه ومرحله الانكار باقصى سرعه، وبلاش تلوم على حد، وافتكر ان ربك سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب، وهو اللي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. وارضى بقضاء الله وتعايش، علشان انت كده كده هتتعايش وهتكمل. بعد شهر بقى، بعد سنه، بعد 10، كده كده هتقبل بالامر الواقع. يبقى ليه من البدايه نتعب نفسنا؟ استعيذ بالله من الشيطان كده وقوم وكمل، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا ابنه مات، وفي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمش عيب أبدا إنك تحزن أو تبكي، بس بلاش تخلي الحزن يسيطر عليك. وبكده يا رب اكون قدرت اوصل لك ايه هي المراحل اللي انت بتمر بيها في اي تغيير بيحصل في حياتك. وفي النهايه احب اقول لك افتكر دايما ان اي شيء في الدنيا بيتولد صغير وبيكبر مع الزمن، الا الحزن بيتولد كبير ومع الزمن بيصغر ويتلاشى بفضل الله. ربنا يفك كربك ويبدل كل احزانك بافراح ويملى حياتك سعاده وبركه. ودي بقى يا صديقي كانت وجهه نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.